بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تصم إذا محمود في أول ركلات الترجيح للمنتخب الليبي في البداية. أذكر كما قلنا أنه المنتخب التونسي إذا يتأهل لنصف النهائي في مباراة هناك في الدمام. وركلة الترجيح إذا ركلات الترجيح المنتخب الليبي الأولى. معتصم في المرمى. أول الأهداف إذا المعتصم يسجل أول الركلات الترجيحية. إذا يسجل المنتخب الليبي الذي ابتدأ ركلات الترجيح هنا. أول الركلات الترجيحية المعتصم محمد يسجل. يتقدم الآن زكريا اللاعب رقم 5 زكريا درويش. زكريا إذا على تنفيذ الركلة الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب المغربي. الركلة الترجيحية الأولى للمغرب. زكريا نشاهد الركلة الترجيحية. زكريا يسجل وبصعوبة. 1-1 الآن. 1-1. الأمور مستمرة والتعادل مستمر. حاول فيها الحارس أيمن التيهار لكن الكرة مرت إلى الشباك. 1-1. ركلة بركلة. 1-1. هذه الأمور حتى الآن. ركلة بركلة. 1-1. الركلة الترجيحية الثانية. يتقدم المدافع مؤيد جدور لاعب أهلي طرابلس لتنفيذ الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب الليبي. مؤيد. والركلة الترجيحية الثانية للمنتخب الليبي. من يقابل تونس؟ من يذهب لتونس لمواجهة تونس؟ أيمن وتابع يتصدى. برافو الحارس يوسف الغزال يتصدى للركلة الترجيحية الثانية. إذن ركلتين ليبيا هدف واحد، ركلة واحدة المغرب بهدف. نتابع. شوف التصدي من حارس المرمى وشوف الكرة الماضية يتصدى. برافو الحارس يوسف الغزال يتصدى للركلة الترجيحية. إذن 2 المنتخب ركلتين لليبيا منها هدف وركلة للمغرب بهدف. هي الآن الركلة الثانية لمصلحة المنتخب المغربي. الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب المغربي. نتابع على التنفيذ اللاعب منتصر الهيثمي يسجل. منتصر الهيثمي يسجل إذن الركلة الترجيحية الثانية. 2-1 والجميع سدد ركلتين. شوف منتصر الهيثمي واللي سجل الهدف والركلة الترجيحية الثانية. الآن نذهب للترجيحية الثالثة. هذا نور الدين القليبي. نور الدين على التنفيذ. نور الدين والركلة الترجيحية الثالثة. نور الدين للمرمى يسجل. إذن الركلة الترجيحية الثالثة يسجل منها المنتخب الليبي هدفين. 3 ركلات ترجيح بهدفين والمنتخب المغربي ركلتي ترجيح بهدفين. نشوف الركلة الترجيحية الثالثة يتقدم لها من أضاع ركلة الجزاء في المباراة. اللاعب رقم 16 اللاعب المهدي مبارك اللي هو لعبها على يمين حارس المرمى. انتظمت في القائم وخرجت. نشوف المهدي الآن يسجل ولا يضيعها كما أضاع ويرجع التعادل. نتابع الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي. المهدي ولا الحارس أيمن. المهدي بالمرمى يسجل المهدي الهدف. يعكس الزاوية على حارس المرمى على الرغم أن الحارس ذهب لنفس الزاوية أيمن التيهار لكن الكرة مرت على يسار الحارس. يسجل المغرب بالعلامة الكاملة. 3 ركلات 3 أهداف. ليبيا 3 ركلات هدفين. والآن الركلة الترجيحية الرابعة يتقدم لها إبراهيم بريك والركلة الترجيحية من إبراهيم
إبراهيم على تنفيذ الركلة الترجيحية. إبراهيم بريك المصراتي. إبراهيم والركلة الرابعة. نشوف الركلة الرابعة لليبيا. إبراهيم يسجل. برافو برافو يسجل الركلة الترجيحية الرابعة. 4 ركلات ليبيا منها 3 أهداف و3 ركلات للمغرب جميعها سجلت. الآن الركلة الرابعة للمنتخب المغربي يتقدم لها أسامة راوي. أسامة راوي والركلة الترجيحية الرابعة. الركلة الترجيحية الرابعة للمنتخب المغربي. أسامة راوي يصعب المهمة لو سجلها على المنتخب الليبي. أسامة راوي. أسامة الركلة الرابعة الترجيحية. أسامة راوي. أسامة ضاعت يا أسامة. ضاعت يا أسامة. الركلة الترجيحية الرابعة تضيع على المنتخب المغربي. شوف في العارضة ومن ثم إلى خارج المرمى. ضاعت الركلة الترجيحية. الآن الخامسة. أنس الشبلي. ضاعت يا جواو. ضاعت يا جواو. والركلة الخامسة. شوف الآن واحدة بواحدة ان جاءت لليبيا وضاعت على المنتخب المغربي انتهت. نشوف والعكس نشوف مرت جول أنس الشبلي سجل. هنا من يتقدم للمغرب؟ يتقدم هيثم عبيدة. شوف يلا بس ركز للتقدم. هيثم عبيدة. الركلة الترجيحية الأخيرة جاءت نستمر، ضاعت انتهت. هذه هي الأمور. شوف نتابع. ان ضاعت انتهت، وان جاءت نستمر. نعم نستمر. هيثم عبيدة يسجل المنتخب المغربي. 4-4 مستمرين الشباب. يعني حتى الآن لم تحسم من يتقدم من ليبيا حتى الآن، ولا لاعب تقدم من منتخب ليبيا. من يملك الجرأة للتقدم؟ حارس المرمى يقول عندي أيمن التيهار. حارس لحارس. أيمن جول بالركلة السادسة من الآن. هل يملك الجرأة حارس المغرب للتواجد للتسجيل وللتسديد؟ شوف حارس المرمى، برافو، حط الكرة بزاوية. أيضا حارس المرمى ذهب على اليمين ووضعها لليسار ويتقدم. لا، ليس الحارس، من يتقدم هو إبراهيم شهير. إبراهيم هو من يتقدم للمنتخب المغربي. اللاعب إبراهيم شهير. الركلة الترجيحية السادسة يا جواو. إبراهيم شهير على تنفيذ الركلة السادسة. نفس الكلام، سجلت، نستمر، ضاعت. مبروك ليبيا. اذهب إلى الدمام. نشوف لركلة ترجيحية للمنتخب المغربي. إبراهيم نعم يسجل. ونستمر لركلة ترجيحية سابعة. من يتقدم؟ من الأهدأ في منتخب ليبيا؟ يتقدم حسين طقطق. إذن على التنفيذ حسين طقطق للركلة الترجيحية السابعة. شوف اللقطة أيضا، وحسين طقطق على تنفيذ الركلة الترجيحية السابعة لمصلحة منتخب ليبيا. الركلة السابعة، حسين لركلة ترجيحية السابعة. حسين طقطق.
حسين يسجل لمنتخب ليبيا، يسجل إذن حسين طقطق الهدف لمصلحة المنتخب الليبي. الركلة الترجيحية السابعة سجلت 6 أهداف مقابل 5 أهداف. باقي للمنتخب المغربي يتقدم حمزة بوصقر. يتقدم اللاعب البديل اللاعب أشرف غريب هو اللاعب اللي راح ينفذ الركلة الترجيحية. أشرف ركلة ترجيحية، إن جاءت استمرينا وإن ضاعت انتهينا. أشرف غريب، أشرف يسجل، نعم يسجل إذن أشرف غريب، والهدف السادس. 6-6. نذهب للركلة الترجيحية الثامنة. الركلة الترجيحية الثامنة يتقدم لها لاعب المنتخب الليبي محمود الشلوي على تنفيذ الركلة الترجيحية الثامنة للمنتخب الليبي. شوفوا يا ردة الفعل، كان متوقع منتخب ليبي انها تضيع، لكن عودة ونشوف الركلة الترجيحية. نشوف الركلة الترجيحية للمنتخب الليبي. عندنا محمود الشلوي الثامنة الآن. الشلوي سجل محمود الشلوي الهدف الثامن أو السابع، نعم الهدف السابع. هناك ركلة ترجيحية ضايعة، ونشوف المنتخب المغربي الآن يتقدم اللاعب عمر العمراني على تنفيذ الركلة الترجيحية الثامنة. عمراني سجل، نستمر، ضيع، ننهي الأمور ونروح الدمام. نشوف المنتخب المغربي والركلة الترجيحية. عمر العمراني لركلة ترجيحية ثامنة. عمراني يسجل، برافو عمراني، يسجل الهدف السابع لمصلحة المنتخب المغربي. إذن الأمور مستمرة. من لدينا من المنتخب الليبي لدينا اللاعب أسامة صريط على التنفيذ. المنتخب الليبي أسامة صريط لاعب أهلي بنغازي. أسامة صريط بالركلة التاسعة. أسامة صريط وركلة ترجيحية التاسعة. أسامة صريط إلى الآن، أسامة ولا الحارس؟ أسامة صريط ضاعت يا أسامة، لكن ليس بعد. يجب على المنتخب المغربي التسجيل لإنهاء المباراة. نشوف من يتقدم المنتخب المغربي، من يملك الجرأة. اللي يتقدم هو أشرف رمزي والركلة الترجيحية التاسعة. إن جاءت المغرب إلى الدمام لمواجهة تونس، إن ضاعت نذهب للعاشرة. أشرف رمزي وركلة الجزاء أو ترجيح. أشرف ولا الحارس؟ أشرف ينهي. أشرف لا، ما أنهى أشرف، لا. الركلة العاشرة الآن، الركلة العاشرة هنا. الركلة الترجيحية العاشرة ضاعت. شوف، برافو حارس المرمى في اللحظة الأخيرة حارس المرمى يمنع من يتقدم لليبيا. يتقدم فرج إبراهيم اللاعب الليبي العاشر على التنفيذ. فرج إبراهيم والركلة العاشرة. فرج يسجل فرج الركلة العاشرة. من يتقدم المنتخب المغربي؟ يتقدم أنور العزوزي. الركلة الترجيحية. أنور العزوزي والركلة الترجيحية العاشرة. إن جاءت نستمر يا جواو،
وإن ضاعت. إلى اللقاء. نتابع إذن أنوار يسجل إذن الهدف العاشر. انتهت الورقة. نذهب للركلة الترجيحية رقم 11. من يتقدم اللاعب علي ميمون إذن بالركلة الترجيحية رقم 11. أذكر 10 ركلات كل منتخب أضاع واحدة، بعدين استمرينا بهالحال حتى لما ضاعت مع بعض، يعني مرة يعني ماشيين مع بعض. علي ميمون ضاعت يا علي. الآن للمنتخب المغربي تأتي فرصة للتقدم. حارس المرمى أكيد راح ينفذ. نعم حارس المرمى هو الحارس يوسف الغزال. هل تذهب بمنتخب بلدك إلى نصف النهائي أم لحارس المرمى يكون الرد؟ هو سجل فيك حارس منتخب ليبيا. نشوف يوسف الغزال على تنفيذ الركلة الترجيحية. يوسف خلاص 10-9 النتيجة النهائية ب11 ركلة جزاء أو ركلة ترجيح. 11 ركلة ترجيح. المنتخب المغربي ينهي أحداث هذه المباراة، يطير إلى التواجد في الدمام، لمواجهة تونس في المباراة نصف النهائي. مبروك للمنتخب المغربي، حظ أوفر لشقيقة المنتخب الليبي. يعطيكم العافية، يعطيكم الصحة يا ليبيا على هذا الأداء، على هذا التواجد، على هذه المباراة، على هذا المباراة طبعا القوية اللي شاهدناها، القوية اللي استمرينا فيها وإياكم طوال مدة هذه المباراة حتى انتهينا بركلات ترجيح. مبروك يا مغرب، حظ أوفر يا ليبيا، حظ أوفر لكل المنتخبات اللي غادرت هذه البطولة، ونقول مبروك للمنتخبات اللي ستتواجد معنا إن شاء الله هناك في مدينة الدمام. أحبتي مشاهدينا متابعينا، هذا كل ما لدينا من هنا بالنسبة للتعليق، لكن ما انتهينا في الطرف الآخر هناك مع الزميل وليد والحديث. دوري أبطال إفريقيا